المخابراتي فرنسي خطير على المغرب في قضيه الصحراء المغربيه. قبل ما يخرج التقرير وصل عند سيدنا ونايضه خربانه في فرنسا على شكون اللي سرب التقرير للملك. والمصيبه اللي عند المخابرات الفرنسيه هي ما عارفين شكون هو الخائن اللي خدام وسطهم. وهذا التقرير السري الخطير تكلف به مدير المخابرات الفرنسيه الخارجيه DGSE برنار ايمي، كيقول فيه الرئيس ديال فرنسا ماكرون ما خاصكش تستسلم للمطالب ديال الملك وما يمكنش فرنسا تعترف بمغربيه الصحراء. وقال ليه من بعد التنازلات الكبيره اللي عطاتنا الجزائر من البترول والغاز والثروات، الا اعترفنا بالصحراء غادي نخسروا مصالحنا في الجزائر. وهذا المدير ديال المخابرات الفرنسيه صديق الكبرانات ومغرقين وكادوات، وكان سفير القنصليه الفرنسيه في الجزائر، وكان صديق جد مقرب من الجنرال جبار مهنا اللي خرجوا الرئيس تبون من الحبس خصيصا باش ينظم الزياره ديال ماكرون الاخيره للجزائر. سبب غضب الجزائر من فرنسا هو كيفاش هذا التقرير وصل للمالك. في هذه اللحظه اللي كنسجل فيها الفيديو راها ملونه ما بين فرنسا والجزائر، وهي نفس الضربه المخابراتيه اللي كان دار المغرب للجزائر في قضيه بن بطوش. التقرير كان عند الملك قبل ما تقلع الطياره الجزائريه من المطار في اتجاه